السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي في القناه. انا والدو اطلس، فيديو جديد. اليوم فطائر د الفران تيجيو مقرمشين وزوينين ولداد. خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. هذه عجينه عاديه، عجنها بالماء والملحه وشويه الخميره. العجينه المسمن ساهله باينه. اللي مهم في هاد اللي سر في هاد العجينه هذه هي تخليها ترتاح، باش ما خليتيها ترتاح مده طويله كتجي صراحه زويونه. انا هذه عجنتها الصباح وخليتها في الساشيه. دابا عاد غنخدم بها. راه ما فيها شي مكونات صعاب، فيها واحد 3 الكيسان ديال الفرص وجوج كيسان ديال الفينو وشويه د الملحه وشويه ديال معلقه صغيره د الخل صافي. وعجناها بالماء عادي، والخميره درتها كيماويه شويه ماشي بزاف. راه درتها معكم شحال من مره هاد العجينه هذه نفس المقادير نفس العجينه كنخدم بها دائما. المهم خليتها ارتاحت في بلاستيكه. من بعد غادي نقطعها ككويرات صغار وغادي نعاود نقادها نعطيوها الشكل مقاد صافي. من بعد غادي ندوبو شويه الزبده، غادي نسرحوها بالزيت وغنورقوها بالزبده، غادي نجمعوها بالزبده صافي. كنرشوا سطح العمل ديالنا، كنسرحوا السمنه ديالنا. شوفوا هاد العجينه ما شاء الله الصراحه كتقيسيها كتخدم الراسه. سورتو الا خليتيها شويه ارتاحت كتجي حسان. راه ما كندلكها ما والو، ما كان زعما ما كنحتاج لا مجهود لا والو. صافي كنسرحها هكا مزيان باش ما رققت كتجي حسن. بحال كتصوبي المسمن شكل عادي، بحال كتصوبي المسمن ما كيحتاج لا تماره لا والو. هنا دهنتها بشويه ديال الزبده وغادي نلويها نجمعها ونعاود ندهن شويه، ما نكثروش الزبده بزاف. وغادي نخليهم يرتاحوا. من بعد ما نقادهم غادي نخليهم يرتاحوا. ندير معكم وحده اخرى صافي. غنبقى مستمره بحال هكا حتى كنقاد كلشي ونعاود نغطيهم. عاد غادي ندوز نصوب الحشوه ديالي حتى ملي كتغطيهم كيعاود يرتاحوا شويه كتجي تاني زوينه. صافي كنبقاو مستمرين بحال هكذا كنكملوا كلشي. هاد الفطائر الصراحه تيجيو زوينين تينفعونا هكا في رمضان وتيبغوهم الوليدات صراحه ما تشبعيش منهم. تقدري تاكليهم الصراحه مع اي حاجه. المهم هنا خديت الحشوه، خديت بصله كبيره شويه، خديت شويه القرعه خضراء وخزوه وحده صافي. هادشي اللي درت. الفلفله ما درتهاش. معلقه ديال القرفه، معلقه غير صغيره ديال القرفه ماشي بزاف. معلقه ديال التحميره، معلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال الابزار وشويه د الملحه. وغندير الزيت المائده صافي. غادي نشحر كلشي، نخلي كلشي فوق النار نغطيها تشحر ونعاود نخلطها شويه. ما درت معلقه زبور لا الثومه لا حتى شي حاجه لان غادي نزيدو عليها الفرماج الاحمر وغادي نزيد عليها شويه ديال الكاشير. هنا درت شويه ديال الفرماج الاحمر ماشي بزاف، جبته من المجمد. وهنا درت شويه ديال الكاشير عادي. هذه اختياريه، بغيتي ديريها ديريها، ما بغيتيش بلاش. بغيتي تخلي حشوه صحيه بلا كاشير بلا والو مزيان. المهم هذه اضافات اختياريه صافي. غادي تحركي الحشوه ديالك مزيان. شوف تبارك الله الصراحه كتجي زوينه هاد الحشوه هذه صافي. غادي نرجعوا للمسلات ديالنا بعد ما وجدت الحشوه يكونوا ارتاحوا. غادي نسرحهم غير بشويه هكا، غير نحاولوا نضغطوا على الجناب. راه كيجيو فتيين وزوينين الصراحه، ما تيجيو لا مدقسين لا والو. كتدخليهم للفران تكون العافيه ناقصه 180 درجه ويكون سخون من قبل. انا دابا راه شاعله الفران ديالي وانا كنقادهم. الله شعلته دابا. دغيا كتوجديهم، ما كيحتاجوا منك لا مجهود لا والو. وتقدري هاد العجينه راه تقدري تصوبي به جوج اشكال الا بغيتي.
شوفي ديك الحشوه ما شاء الله كي جات معلكه وزوينه، تجي معلكه بداك شويه الفرماج اللي درنا. بهاد الطريقه كتسربي دغيا، كتقرصي شي 3 ولا 4 ومن بعد كتعمري الحشوه ديالك. صافي من بعد غادي نلويها تلويه عاديه. هنا غادي ناخذ جرار ديال البيتزا، غادي نعاود نقطعها بحال هكا باش كنعطيها واحد الشكل زوين، واحد التزيين بسيط. ممكن تخليها عاديه كتجي بحال السيجار، ولكن هكا كتجي احسن. صافي غادي نجمعها شويه هكا كتعطينا بحال الهلال. نعاود معكم واحده اخرى، طريقه بسيطه وسهله. المهم كل نهار انسان يصوب شي حاجه جديده في دارو، احسن ما يشريها بالزنقه. هادشي اللي كاين في هذا رمضان هذا. صافي كنبقى مستمره. راه كيجيب زوينين صراحه في الشكل ديالهم. صافي هنا بعد ما ساليت كلشي راه خرجوا لي تقريبا شي 12 وحده، راه عندي وحدين اخرين حطيتهم. المهم غادي ندهنهم هكا بالبيض، وغادي ندخلهم الفران ديالي اللي شعلته من قبل. البيض درتو بلا اضافات، ما درت له لا حليب لا حتى حاجه. البيض صفر البيض عادي. ممكن ديري مع صلصه الصوجا او لا ديري مع الحليب. صافي دخلتهم الفران تبارك الله. هما بعد ما طابوا كيجيو مقرمشين وزوينين، راه باقيين سخان. كيجيو صراحه لذاذ وزوينين وبنان. هانتوما راه مقرمشين باقيين سخان. شوفوا تبارك الله كيجيو من الداخل ما كاين لا عجينه لا والو. صراحه كيجيو زوينين ولذاذ. الا عجبكم الفيديو ما تنساونيش كالعاده في اللايك ديالكم والتعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا. شكرا، كنشكركم بزاف. كنشكر الناس ديالي القدام وكنشكر الناس اللي دخلوا جداد. وعواشركم مبروكه. الى فيديو اخر ان شاء الله بحول الله.